ها، عايزين حلول للنوم والارق. تمام، بص يا سيدي، خلاص اقفل كده بقى باب الاسئله، تعالى نحكم. استاذنا، في الفتره دي انا عندي احساس بارق رهيب، او في الفتره دي انا حاسس ان انا مرهق وتعبان وعايز انام طول الوقت. بص يا سيدي، هو انت ممكن يجي لك احساس ان انت عايز تنام طول الوقت، بس لما تيجي تنام تحس ان انت ما شاء الله الله اكبر، يعني الله اكبر انت مفنجل كده وعينك حلوه، او حرفيا انت بتنام من الخوف او من الاضطراب، او انت بتنام من الرعب اللي هي الخوف يعني. اللي انا عايزك بس نبقى انا وانت متفقين عليه ان الفتره دي هي مش فتره اطمئنان في الطبيعي. مش بقول لك ان انت تتوتر، بس انا بقول لك ان الفتره دي هي في الطبيعي هي فتره اضطراب. الاصل في اي طالب في ثانويه عامه هو بيحصل له عمليه اضطراب في الفتره دي، وبيبقى مش قادر من الخوف يوازن ما بين اموره وبين المذاكره وبين اضطرابه وبين الضغط اللي هو فيها، اللي ممكن يكون ما حدش دخله فيها بس هو اللي مدخل نفسه فيها عشان خايف من المستقبل. طيب ايه امثل حل للموضوع ده؟ امثل حل اللي انا هقوله لك، مش هقول كلام جديد، انا هقول كلام احنا اتكلمنا فيه مرارا وتكرارا، بس هو ما فيش غيره، عشان كده هو ده بس اللي بقوله لك. الا وهو لو انت حملت نفسك فوق طاقتك، صدقني كل اللي باصين لحضرتك مش هم اللي هيتعبوا، انت بس اللي هتتعب. كل اللي حواليك مش هم اللي هيتعبوا، انت بس اللي هتتعب. ما تحملش نفسك فوق طاقتك. انا مش قصدي في الجهد، على فكره اديك مثال. احنا عندنا مشكلتين بنقع فيهم. المشكله الاولى ان بعض الطلبه فاكره ان الضغطه اللي هم بيتعرضوا لها هي ضغطه جسديه. انا عايز اقول لك يا صديقي ان الضغطه الجسديه اللي احنا بنتعرض ليها في حياتنا ما تجيش حاجه جنب الضغط النفسي. بمعنى الانسان اضغطه ضغط جسدي زي ما انت عايز، تلاقي واحد شغال عتال ربنا يكون في عونهم، عمال يكسر في حاجاته ويشيل في حاجاته وجسمه يتهد طول اليوم، اول ما يرجع البيت ينام مطمئن قرير البال. ليه؟ لان التعب اللي الراجل ده تعبه جسدي، فمجرد ما بينتهي التعب الجسدي خلاص الالام تزول، الوجع يزول. فالتعب الجسدي ينتهي بمجرد زوال السبب، على عكس التعب النفسي، او بمجرد انتهاء من الفعل، على عكس التعب النفسي. التعب النفسي يا عمنا مضر 100 مره اكتر من التعب الجسدي. طب انت بتقول لي الكلام ده ليه وانا هشتغل اشيل حاجات؟ لا، انا عشان بعض الطلبه بتبقى متخيله ان هي مضغوطه بسبب ان هي بتذاكر، هي مضغوطه بسبب الخوف مش بسبب المذاكره نفسها، هي بسبب الخوف. طيب والخوف ده بيجي نتيجه ايه؟ ان هو التقصير بناء على التسويف. طيب فبناء عليه احنا تقريبا بنتكلم فيه قول 10 ايام. قول 10 ايام لو خرجنا اليومين بتوع الاقتصاد والاحصاء والدين. ال10 ايام دول انا اعمل فيهم ايه؟ ال10 ايام مطلوب من حضرتك تبذل اقصى طاقه ممكنه، اقصى طاقه تعرف تبذلها. لا يكلف الله نفسا الا وسعها، دي نقطه، بس النقطه الاهم او المهمه زيها ان حضرتك تكون فعلا بتبذل اللي انت في وسعك. ما انت كمل الايه، لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ ايوه هي دي اللي انت تبذل ما في وسعك. لازم البذل ده يكون اللي انت تقدر عليه. يعني ايه تقدر عليه؟ يعني انا طاقتي لحد هنا فعلا، مش هقدر عليه ان انا النهارده قاعد ماسك الموبايل وقاعد عمال اهزر وقاعد عمال اتدلع مع احترامي، وفي النهايه اصل انا امكانياتي كده. لا ده مش امكانيات يا بابا، دي مش حاجه اسمها امكانيات، دي مش امكانيات. مفيش حد امكانياته كده، العقل البشري اكبر من كده بكتير واقوى من كده بكتير. خلاص بس نستغل الوقت كويس. طب تنصحنا بقى بما ان انت بتتكلم على استغلال الوقت، انظم وقتي ازاي؟ قبل ما اخش على فكره تنظيم الوقت ازاي، ليه رجاء ما تضغطش نفسك نفسيا، اضغط نفسك جسديا. طب اعمل ايه؟ ابذل اقصى مجهود وما تفكرش في النتيجه. شفت انا بقول لك ايه؟ ابذل اقصى طاقه عندك. طب بكره هيحصل ايه؟ انا مالي. وانت نايم ما تفضلش تفكر في ماذا لو وافرض ويمكن، ما تعملش كده. يبقى انا طالب من حضرتك حاجتين، ان انت تبذل الجهد الجسدي على قد ما تقدر، وبمجرد ما تنتهي من المذاكره حضرتك قفلت الكتاب قفلت الملزمه ركنت داخل تنام انت ارتحت خلاص. طب افرض بقى التنسيق، ده اصحابي بيقولوا لي على سؤال اول مره اشوفه اول مره اكتشفه انت تقدر تبذل مجهود تاني النهارده؟ لا، اقفل كتابك وخش نام. يعني انا حياتي مش كلها نوم يا عم، ما انت عارف ان انت بتقدر تسلك امورك وبتعرف تمسك الموبايل هنا شويه تقعد هنا شويه تعمل هنا شويه، تمام؟ بس خلاص ده اقصى حاجه حرفيا تعرف تجيب تاني، مش هعرف اجيب تاني. خلصت. ثم ما تفكرش في بكره، ما تفكرش في النتيجه، ما تفكرش في ماذا لو، بس هي دي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. فما صح، ابذل اللي تقدر عليه قوي. طب ايه المقدار اللي انا اقدر عليه؟ اذاكر كام ساعه؟ حاجه انت اللي تحددها. ليه؟ لان دايما الولد بيبقى عايز طول الوقت عايزك ترشده طول الوقت في كل جزئيه، لا في جزئيه مش هينفع ارشدك فيها، مش هينفع اقول لك ذاكر كام ساعه. ليه؟ انا قلت لك النهارده ذاكر 12 ساعه، تيجي تقول لي يا نهار ابيض. في ناس ممكن تعملها، في ناس ممكن تعملها. هقول لك ذاكر 8 ساعات تقول لي يا نهار ابيض، ماشي في ناس ممكن تعملها. هاجي اقول لك ذاكر 3 ساعات تيجي يقول لك طب ما انا بعرف اذاكر 6. فانت اقصى طاقه عندك عايز تحقق بيها طموحك، او اقصى طاقه عندك تقول لربنا بيها يا رب انا ده اخري. ودايما المقياس عندنا ان ربنا يشوف سبحانه. يعني يشوف قصدي ان ربنا يرى وتوريه، يعني تقول لربنا بص انا ده اخر حاجه سبحانك، انا مش قادر اعمل اكتر من كده، بس هو ده المقياس عندنا. خلاص يا عمنا
اتفقنا؟ طيب اعمل ايه في موضوع الارق او انظم يومي ازاي؟ بصراحه نظم يومك زي ما يومك ماشي. بمعنى انت ممكن تيجي تظبط نومك في اخر لو هتعرف تظبط نومك ظبطه. طب ايه الوقت اللي اذاكر فيه؟ الوقت اللي اذاكر فيه هو الوقت اللي انت بتبقى فايق فيه، وده اللي انا بقوله دايما. بمعنى يعني انا واحد مثلا متعود ان انا على سبيل المثال ما بعرفش اذاكر بعد الفجر. مثلا انا ما بعرفش اذاكر بعد الفجر، انا وانا طالب ثانويه عامه كنت صحابي دايما بيقولوا لي وقت بعد الفجر وقت فيه بركه، وده فعلا دي حقيقه. البركه في البكور. ومع ذلك انا ما كنت بنام عشان اصحى ما كنتش بصحى، ولو صليت اصحى اصلي الفجر انام تاني. انام تاني يعني ايه اللي هي اغفل ساعتين كده اذاكر ساعه انام تاني. ففي ناس ما بيحصلهاش توفيق في بعد صلاه الفجر، في ناس ما بيحصلهاش توفيق في مذاكره بالليل، في ناس ما بيحصلهاش توفيق. فانت شوف انت يومك ماشي ازاي واظبطه على مشيتك. انت بتذاكر في الطبيعي بعد العشاء، دوس بعد العشاء لحد ايه؟ لحد ما تجيب اخرك، ولا نام واصحى الفجر جيب اخرك. لو هتعرف تفضل تذاكر لحد الفجر ذاكر لحد الفجر، وانام بعد الفجر. يا عم نام بعد الفجر ايه المشكله؟ طب ما انا كده ايام الامتحانات اجي قبل ايام الامتحانات اظبط الموضوع ده. خلاص اتفقنا يا عمنا؟ اتفقنا؟ تمام. ده بخصوص ازاي اظبط يومي، وازاي يعني يومي يبقى مظبوط. يومك يبقى مظبوط هتعرف تظبطه لما تظبطه بفكره انا امشيك صلوات. بعد صلاه الظهر صلاه العصر اعمل ايه؟ من صلاه العصر لصلاه المغرب اعمل ايه؟ من صلاه المغرب لصلاه العشاء هعمل ايه؟ من بعد صلاه العشاء لحد الفجر انا بعمل ايه؟ خلاص هتلاقي الموضوع معاك نوعا ما بقى في ضابط، في بدايه وفي نهايه مع حضرتك. خلاص اتفقنا؟ اتفقنا. ايه؟ الناس عايزه تاجل السنه؟ يعني تاجل السنه؟ تقسم السنه؟ ما هو ده سؤال مخيف. ناس تاجل السنه دي سؤال مخيف ليه؟ ما هو ده انا هضطر اسال شويه اسئله عشان اعرف ارد اقول ايه. هل انت فكرت النهارده مع اليأس؟ يعني انت عامل اللي عليك ربع ما، نص ما، تلت ما، وانت مرعوب فعايز تقسم السنه؟ لا طبعا. دوس على نفسك يا اخويا ال 10 ايام دول. ايه يعني المشكله؟ هتتعب ما تتعب. يا جماعه ما نتعب يا جماعه، ايه المشكله؟ ما احنا بنتعب. هو انت ليه متخيل ان الموضوع عشان احقق هدف انا عايزه ما انا لازم اتعب له؟ ودي حاجه منطقيه. لازم انام في اليوم، حتى لو وصل الامر ان انا انام في اليوم 5 ساعات، ايه المشكله؟ انا عارف ان هي ضغطه، عادي. خد الامور بهمه كده وبنشاط، ما تسيبش لنفسك فكره طب ما تتماينش مع نفسك. لو ماينت نفسك هتغلبك. اوعى تتماين مع نفسك. يا يحيى خد الكتابه بقوه. تعامل مع امور بجد، تعامل مع نفسك اللي هي بسمع صوتك، بتكلم بجد والله، اسمع صوتك، ما تقترحيش ولا تقولي ولا تعيدي ولا اسمع صوتك اصلا، لان النفس هي اكتر عدو للانسان، هي اكتر واحده تحب التراخي. فلو احنا استجبنا لانفسنا واستجبنا هي عايزه ايه ساعتها، ولا نعرف نشتغل ولا نعرف ننتج ولا نعرف ننجح ولا نعرف نتميز، لان النفس كل الحاجات دي ضد الراحه. عشان تعمل ده معناه ان انت مش هترتاح. مفيش راحه طول ما انت بتسعى لده، او في المده يعني الزمنيه دي. فانت المفروض نفسك لما تكلمك ما تاخدش برايها، اعتبر ان انت بتتعامل مع حد سفيه قليل العقل نفسك، لان نفسك مش انت. خلاص يا عمنا، احنا اسفين احنا طولنا عليكم في اللايف النهارده، نلقاكم على خير.